تخيل معايا اللي في الصورة قدامك ده هيحكي لنا تجربة سكنه جوه بيت مسكون بالجن. لان انا شخصيا حصل لي موقف يعني عمري ما هقدر انساه في حياتي. ما صدقتوش وما كنتش بآمن اساسا بان ممكن يبقى فيه جن يعني طول عمري الحكايه دي بالنسبه لي بعيده قوي، لغايه ما حصل موقف يمكن اهلي نفسهم ما يعرفوش عنه حاجه، لاني كنت بخجل من اني احكيه او ما برضاش احكيه عشان ما يقلقهمش عليا. مقصوص شرايط 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 بالطول كده. قميص من بتوعه. اه مقصوص بالطول كده. وبيقول لك انت اعتقد ان انت قصيت ده وانت ما عملتش كده. قلت له والله العظيم 3 انا ما عملت كده. قعدت احلف له ان انا لا يمكن اعمل حاجه زي دي، وايه اللي هيخليني اعمل كده. دخلت لك الاوضه؟ انت عارف هو صدقني ليه؟ انت شفتها بتعمل ايه؟ انا شفتها ماسكه مقص وداخله الاوضه وصورت. كويس، انت اللي صرخت. طب وجريت. ده مش عايشه دي، هي بقول لك هي ما اعرفش اسمه ايه المرض ده زي التاخر العقلي، زي اللي هي ايه كبيره بس طفله. وتوفت يعني؟ مش توفت بقى، هو عشان كانت بتعمل له مشاكل كتير كان حابسها في الاوضه دي. وهي ما كانتش بتعمل حاجه في الاوضه دي غير الخياطه. وقعد حكى لي ايه اوصاف، انا بدات بقى اترعب رعب فظيع. عملت الست دي دخلت جابت قميص. القصة دي وانت بتسمعها هتحس انها فيلم رعب ولكن حقيقية. متنساش تعمل لايك وشير ويلا نبدأ. بعد لما الفنان أحمد رزق خلص ثانوية عامة قرر انه يدخل معهد الفنون المسرحية، وهنا كانت المشكلة الكبيرة لأن المسافة بين بيت الفنان أحمد رزق والمعهد كبيرة جدا، فقال إنه لازم يشوف سكن قريب من المعهد، وكان معاه وقتها صاحبه اللي اسمه خالد، وبدأوا يدوروا ويسألوا على سكن لحد ما لقوا شقة كويسة جدا وسعرها لقطة من الآخر. الشقة مطبخ وحمام و4 أوض وكبيرة جدا، ودي كانت غريبة شوية لأن كان مفتوح لهم أوضتين بس من ال4 والتانيين الباقيين مقفولين. فالموضوع غريب وسألوا صاحب الشقة هم مستغربين ليه. قال لهم وإيه يعني انتوا 2 كل واحد فيكم ليه أوضة، وقال لهم كمان أنا شايل فيهم شوية حاجات ويستحسن محدش يقرب منهم. ما لقينا شقه، انا الشقه دي ما قعدتش فيها 15 يوم. كانت شقه كبيره وحلوه، كانت شقه 4 اوض بس اللي كان مسموح لنا احنا ان احنا نعيش فيهم اوضتين. يعني هي اول ما تفتح فيه صاله، الصاله دي عليها اوضتين. دول الاوضتين اللي احنا ينفع نقعد فيهم، وفي طرقه كده صغيره. ومحمود صاحبك ساكن معاك؟ خالد. طرقه صغيره فيها مطبخ وحمام واوضتين. الاوضتين دول مقفولين. في اوضتين مقفولين في البيت. صاحب البيت واحنا بنستلم قال يا جماعه الاوضتين دول يستحسن مالكوش دعوه بيهم خالص، انا شايل فيهم حاجات. قال يستحسن؟ انا شايل فيهم حاجات وقافلهم. ليه قال لك يستحسن ما تستعملش الاوضه اللي جوه دي؟ هو ساعتها قال ان هو شايل فيها حاجات. هي اوضه؟ اوضتين. قال ان هو شايل فيهم حاجات. تعدي الايام وفي يوم رجع الفنان احمد رزق على البيت ولقي صاحبه خالد جايب واحد صاحبه هيسكن معاهم في نفس الشقه. فاحمد رزق اتضايق جدا، ده هما اوضتين يا خالد. خالد قال له مين قالك؟ انا فتحت الاوضه الثالثه وهيقعد فيها. القرار ده احمد رزق بنفسه قال انه ندمان عليه طول عمره. في يوم انا راجع فلقيت خالد قاعد معاه واحد زميله من الكليه، وقال لي ده هيقعد معانا هنا. قلت له هيقعد معانا فين؟ قال لي هيقعد معانا هنا في الشقه، الايجار زياده شويه فبدل ما يتقسم على 2 يتقسم على 3. قلت له هيقعد معانا فين؟ يعني هتقعدوا في اوضتك. انا مش هينفع اقعد معايا واحد ما اعرفوش، لان انا يعني لازم اخد عليه الاول عشان فقال لي لا. انا فتحت اوضه ما لقيتش فيها حاجه خالص غير زي اوضنا، ولا شايل فيها حاجه. اوضه من الاوض اللي جوه بتوع يستحسن دول. وقلت له طب ازاي، ما الراجل بيجي ياخد الايجار كل شهر. فقال لي انا جبت قفل زيه وبتاع وهنقفلها لما يبقى هو يجي. هو فسخ بقى الرزه دي وفتح الاوضه. الكلام ده انا مش موجود. قفل شبه اللي كسره ورزه تاني. اوكي. ده الكلام ده انا جيت لقيته هو عمل كل الحاجات دي ومعاه زميله ده. طب كان موقفك ايه ما قال لك كده؟ انا زعلت لان انا ما بحبش يعني طالما حصل اتفاق ما بحبش الاخلال بيه يعني. ليه يعني؟ والراجل
قال لنا بلاش، ونفترض ان هو فعلا شايل حاجات مهمه، بس لما قال لي ان الاوضه ما فيهاش حاجه فدخلت الاوضه. فعلا اوضه عاديه ما فيهاش حاجه متشاله، ما فيهاش حاجه متخزنه، ما فيهاش، بس فيها سرير مثلا، فيها زيها زي الاوضه التانيه. سرير ودولاب زي اللي انت. الأوضة بسيطة جدا، دولاب وسرير، أوضة عادية. وجه الليل وكل واحد هيدخل أوضته ينام، ويتفاجئ أحمد رزق بصوت حد بيرزع جامد على باب أوضته. ولما فتح الباب لقي صاحب خالد الجديد خايف، واتصدم أحمد رزق من اللي قاله. بلاش يعني، يستحسن بلاش. هنسميه الدخيل. اوكي. بالليل بقى في نفس في نفس الليله في نفس الليله بالليل لقيته جاي وبيخبط، معرفش يعني، عرفت ان هو لما فتحت فقال لي لو انت مش عايزني اقعد معاك وما تعملش معايا الحركات دي. فقلت له حركات ايه؟ هو ماسك قميص مقصوص، شرايط 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 بالطول كده، قميص من بتوعه. مقصوص بالطول كده، وبيقول لك انت اعتقد ان انت قصيت ده وانت ما عملتش كده. قلت له والله العظيم 3 انا ما عملت كده. قعدت احلف له ان انا لا يمكن اعمل حاجه زي دي، وايه اللي هيخليني اعمل كده، وانا في النهايه وافقت انك تقعد يعني. هو شك فيك لان انت كنت معترض عن وجوده. فالمهم خالد قال له احمد مش هيعمل كده. قال له استحاله احمد يعمل كده، احمد لو مش عايزك تقعد هيقول لا مش هتقعد. وهو خلاص يعني قال خلاص مفيش مشكله وهتقعد فايه الكلام ده كان بالليل يا احمد؟ اوكي. ده الموضوع ما خلصش لحد هنا. بعد ايام صاحب خالد الجديد يلاقي التسجيل بتاعه محروق، مش بايظ، ده حد مولع فيه. مهم بعديها بيومين نفس الحكايه، بس هو بقى منهار تماما. اللي هو احنا قلنا هنسميه الدخيل. منهار تماما وجاي في ايده. عرفت بعد كده ان ده راديو ترانزستور، بس وهو في ايده مش باين ده ايه اساسا. ليه بقى؟ ليه؟ سايح تماما. سايح تماما يعني البلاستيك بتاعه سايح كانه محروق مثلا تقريبا. ومكلكع كده في بعضه. جايبهولك وجاي. وبيقول لك انت برضو اللي عملت كده. بص مش يعني ايه، مش صراحه يعني ايه، بس هو جالي انا وما راحش لخالد يعني، جالي قال لي كده ينفع؟ فقلت له ايه ده؟ انا ما اعرفش اصلا ده ايه. قال لي ده الراديو بتاعي او الووكمان بتاعي او مش فاكر ايه بالظبط. بص عامل ازاي. ما فهمتش بقى انا حاجه خالص. قعدت قلت له اولا انا مش احلف لك بايه ان انا لا يمكن اعمل كده، او انا هعمل كده ازاي، او دي انا هحرقها ازاي. يعني الفكره هتجيلي منين ان انا احرق لك الووكمان بتاعك يعني. قال انا مش شاكك فيك، بس يعني ايه، فسر لي اللي بيحصل. ملهاش تفسير. فقلت له بص انا مش لاقي تفسير، بس انا طبعا من اول لحظه شاكك، من اول ما دخلنا الاوضه ولقيناها اوضه عاديه. اوكي. وانا مش مستريح يعني. فالمهم الراجل ده الدخيل ده قال لنا بقى انا مش هقعد هنا ومش فجأة تحول وقال انا مش قاعد. وقال انا مش هقعد هنا وبتاع. قال لهم انتوا كده بوختوا قوي، وانا مش هقعد معاكم دقيقه واحده في البيت ده، وخد هدومه ومشي. تعدي الايام، وفي يوم احمد رزق كان مروح من المعهد ورجع على البيت، ويقابل بالصدفه صديقه الفنان محمود عبد المغني، وبداوا يتكلموا شويه، وعرف ان الفنان محمود عبد المغني وراه مشوار طويل شويه. فعرض عليه احمد رزق وقال له ما تيجي تبات عندي. قال له خلاص ماشي جاي معاك. كنت راجع من المعهد، كان معايا اعز اصدقائي يعني مين؟ من المعهد. ممكن نعرف مين؟ هو فنان يعني. طب اسمه ايه؟ محمود عبد المغني. محمود عبد المغني. اوكي. اليوم ده كنا لسه بقى في سنه اولى، ولسه ايه متعرفين على بعض بجد، وقاعدين بقى بنحكي وبنحفظ مع بعض الشغل لغايه ما بقى وصلت الساعه 5 الصبح مثلا. فقلت له ايه ما تبات معايا. وانا بقول له ما تبات معايا، وفي نيتي انه يبات في اوضتي. ما كانش برضه في نيتي ان هو يدخل الاوضه تاني. كويس. نفس الاوضه اللي كان فيها الدخيل. اوكي. لان هي دي الاوضه اللي احنا نقدر نفتحها خلاص. معانا مفتاح القفل وبنقفله وبنفتحه.
فالمهم عشان ما اطولش عليك يعني، قلت له طب بتبات معايا هنا. قال لي طب ليه ما انا اخش الاوضه، مش في مفتاح للاوضه. فخالد بص لي، هو معاه المفتاح. مم. ف بص لك ليه؟ اللي هو يعني ايه، يخش يبات ما في يعني ما فيهاش حاجه يعني ماشي اوكي. اه فتحتوا الباب ودخل محمود ونام في الاوضه. ونام في الاوضه. مم. ولما رجع خالد صاحب الفنان احمد رزق وشاف محمود عبد المغني هيبات معاهم في نفس البيت، قال له بس كده، وراح فاتح له الاوضه التالته وقال له يبات فيها ووجب معاه. وجه الليل وكل واحد هيدخل اوضته ينام، ويصحى خالد واحمد رزق على صوت صريخ عالي قوي في الشقه. الفنان محمود عبد المغني كان هو اللي بيصرخ. انا لقيت صوت محمود، انا عارف صوت محمود، في حاله غريبه يعني. في ايه يا محمود، مالك بتصوت ليه، في ايه؟ فقال لي انا سمعت خطوات رجلين زي ما يكون مثلا حد لابس قبقاب وماشي طرقه طويله جدا. كان صاحي ولا نايم؟ هو كان لسه ما نامش. كان لسه ما نامش. طرقه طويله، مع ان الطرقه اللي هو فيها ما تجيش متر او مترين. ما فيهاش يعني، هي متر تقريبا. مم. هو بقى ايه، كانه كوريدور. الصوت اللي هو سامعه كانه كوريدور طويل، ها، حد ماشي بقباب بيجرجروا في الارض. ودخلت في ايديها مقص. مين اللي دخلت؟ واحده شكلها ايه؟ هو بقى وصف لي شكلها، قال لي شعرها ابيض منكوش، وشها مش شرير. مم. يعني وشها فيه طيبه كده شويه. شعرها منكوش ابيض، ولابسه فستان اسود. وقعد حكى لي ايه اوصاف. انا بدات بقى اترعب رعب فظيع. عملت الست دي دخلت جابت قميص وقطعته نفس التقطيعه اللي كان بيشتكي منها صاحب الدخيل. يعني اخذت قميص محمود عبد المغني قصته اللي هو ايه، هو محمود قلع قميصه وحطه في الدولاب. لا مش في الدولاب. حاجه كده ما هياش شماعه بس ايه، بتستخدم في البيوت العزوبيه اللي بتعلق عليها طب تمام. انت اول حاجه طبعا ربطت ده بده، بس بصيت على القميص. ما هو ده بقى اللي خلاني انا بقيت محتار. لان انا قلت له طب تعالى يا محمود. قال لي انا مش هدخل الاوضه تاني. قلت له تعالى لما ندخل مع بعض ان شاء الله مش هيبقى في حاجه، ونقرا قران وبتاع. فعلا قعدنا نقرا قران، ودخلت الاوضه وهو معايا، لقينا القميص سيء. احمد رزق اتضايق قوي وقال له بقول لك ايه، خش نام في اوضتي وانا هنام في الاوضه مكانك، وانا هثبت لك ان كل كلامك ده تخاريف. وفعلا كلهم دخلوا يناموا، وما يعديش غير ساعه والست العجوزه ظهرت. طب اهدى يا محمود تعالى بقى. طلعنا قعدنا بره شويه في الصاله اللي بره. قلت له ايه، تعالى انت خش نام مكاني. اديته اوضتك ينام فيها. وانت هتنام فين؟ ما هو انا بقى مش هنام. ان انا خلاص القرار بقى جوايا ان احنا لازم نسيب الشقه دي. بس انا عشان اسيب الشقه دي انا عايز افهم ايه اللي بيحصل، واشمعنى لما بتبقى الاوضه مقفوله ما بيحصلش اي حاجه مشاكل. طب تبادلتوا الاماكن، هو راح اوضتك وانت رحت الاوضه اللي كان نايم فيها. انا دخلت بقى الاوضه شفت الست دخلت لك الاوضه. انت عارف هو صدقني ليه؟ انت شفتها بتعمل ايه؟ انا شفتها ماسكه مقص وداخله الاوضه وصوت. كويس. انت اللي صرخت. طب وجريت طلعت وقصت حاجه بالمقص؟ لا ما قصتش حاجه بالمقص. طلعت المحمود. فهو فاكرني بقى انا ايه، انا بهزر بقى، وان يعني في لعبه كده معينه، عايز تلطف الجو فبتعمل هزار. فقال لي طب احلف ان انا شفتها. فحلفت له ان انا شفتها. فقال لي طب ايه، قعدت اقول له مواصفاتها. هو ايه المشكله ان هو قال لي مواصفاتها. فقلت له مواصفاتها كذا 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 كذا، ولابسه عقد يعني فستان اسود، وشعرها ابيض، ووشها فعلا فيه طيبه سنه كده، ولابسه عقد اللي هو اللي بيبقى
بلي ابيض كده. هو ما كانش قال لك حكايه ما قاليش العقد؟ بقى هو حكايه العقد دي. مم. ولما انا قلت له العقد هو افتكر، هو تذكر العقد. فقال لي ده فعلا. وفي ساعتها بقى مم. نزلنا قعدنا في قهوه كده اسمها قهوه سيد درويش مم. في ظهر مم. فضلنا قاعدين في فيها. الاكاديميه، ظهر الاكاديميه على طول. آه. فضلنا قاعدين فيها لغايه الساعه 9 مم. صباحا، وحالفين ان احنا مش هنرجع البيت ده، وشنطنا في القهوه. اه. أول لما طلع من الأوضة كلهم لموا شنطة هدومهم وجريوا في الشارع، وفضلوا نايمين في الشارع طول الليل مستنيين صاحب الشقة وحكوا له اللي حصل، وقالوا له هم خايفين مين الست دي. وكانت الصدمة لما صاحب البيت خاف وقلق كده وقال لهم أنا أقول لكم على كل حاجة. قال لك ايه؟ في حاجه هو قالها لي، مم. هو ما كانش قالها لي قبل كده، وهو ده سر الموضوع كله يعني. مم. ان الست دي اخت صاحب البيت، مم. وهي زي ما تقول كان عندها حاله نفسيه، مش حاله نفسيه، عارف اللي هم. هي عايشه؟ لا مش عايشه، لا مش عايشه، دي هي بقول لك، هي ما اعرفش اسمه ايه المرض ده زي التاخر العقلي، زي اللي هي ايه كبيره مم. بس طفله. وتوفت يعني؟ مش توفت بقى، هو عشان كانت بتعمل له مشاكل كتير كان حابسها في الاوضه دي. مم. وهي ما كانتش بتعمل حاجه في الاوضه دي غير الخياطه، مم. غير ان هي بتقعد تخيط في الاوضه. الاوضه اللي من غير شباك، اللي قاعد فيها الدخيل وقعد فيها محمود عبد الموت. بتقعد تخيط بس في الاوضه دي، مم. وفضلت محبوسه في الاوضه دي، ما يفتح لهاش الباب الا لو قعدت هي تحلف انها عايزه تخش الحمام، مم. يفتح يدخلها الحمام ويرجعها تاني على الاوضه، وولعت في نفسها. ولعت في نفسها؟ ولعت في نفسها. يعني الست دي هي اللي قصت القميص بتاع الدخل؟ انا بقى يعني انا تفاصيل يعني ما اعرفش بقى. الست اللي انتوا شفتوها دي تبقى أخت صاحب الشقة، والست دي عقلها مش متزن، تعبانة شوية يعني، وأخوها كان بيحبسها في الأوضة على طول ومش بتخرج منها أبدا، وكانت بس بتخرج من الأوضة في حالة إنها عايزة تخش الحمام ويرجعها تاني على طول، لحد ما جينا في يوم صحينا لقيناها ولعت في نفسها وماتت في نفس الأوضة. عايز أقول لك وأنا بحكي لك القصة دي أنا مش مستوعب، والمرعب إنها حقيقية، ومحتاج فعلا أعرف تفسيركم في الكومنتات.